يلا يا بنت منك ليها عشان لسه وراكوا شغل قد كده. انت ازاي بتعمل فينا كده يا اخي؟ ازاي بيجيلك قلب تعمل فينا كده؟ هو انت مش خايف من ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت اكتر بني ادم حيوان وزباله انا شفته في حياتي. يا حيوان ربنا ينتقم منك يا اخي. بذمتك انت شايف نفسك كده راجل؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حيوان يا زباله. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حيوان يا زباله. انت فاكرني ان انا كده خفت منك يعني ولا ايه؟ صدقني هيجي اليوم اللي ههرب فيه من هنا، وساعتها هفضحك قدام كل الناس واعرفهم قد ايه انت حيوان وعره ومش راجل. ربنا ينتقم منك ومن كل الاشكال اللي زيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. Shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. انا مش عارفه انت مركزه كده ليه يا بنتي، وربنا انت خطيره وشكلك جميل جدا. ممكن بقى متقعديش تفكري في الموضوع ده كتير؟ مش عارفه، حاسه ان انا شكلي غريب قوي. يعني انا مكسوفه جدا من شكلي. هو ممكن تساعديني احط من الكريم ده؟ اكيد هيخفف من شكل الحروق اللي في جسمي. يا بنتي قلتلك بقى فكك من الموضوع ده. والله انت شكلك خطير وجميله جدا و100 واحد يتمناكي. بس انت مش باصه غير للعيوب اللي في نفسك. بصي كده لعينك شكلها حلو ازاي. بصي يا مريم، انا هقولك على حاجه. مفيش واحده في الدنيا او مفيش حد في الدنيا بشكل عام شكله وحش. كل الناس شكلهم حلو، لكن كل واحد بيبقى جميل في طريقه معينه او بطريقه معينه هو بيبرزها. بس احنا عشان شايفين الجمال بطريقه تقليديه، فاهماني؟ انت عارفه لو اديتي نفسك مهله ومساحه تكتشفي فيها شكلك وجسمك، هتلاقي نفسك عارفة ايه الهدوم اللي تناسبك، ايه الستايل او المكياج اللي يناسبك. وساعتها هتلاقي ان شكلك خطير قوي، والاختلاف اللي انت مكسوفة منه في حد ذاته ده هو ده اللي هيخليكي جميلة ومختلفة في وسطهم. انت فاهماني يا عمري؟ تقريبا كده، مش عارفة.
طب يعني احنا دلوقتي لما نسافر هلبس مايو جسمي كده هيبقى باين وكده، فهماني؟ لا لا، بصي يا كارما، انا مش هعرف اسافر. سافري لوحدك بجد، انا مش هعرف، مش هقدر اروح معاكي. لا لا، ما هو انا مش هينفع اسافر لوحدي. ما انا لو سافرت لوحدي مش هعرف افك كده. لا، ما هو انا قلتلك سافري لوحدك يعني عشان تقدري تاخدي المساحة الكافية انك تهدي فيها واعصابك تهدى، فهماني؟ ايوه يا مريم، انا عايزاكي تبقي معايا ونقضي وقت مع بعض. هيبقى وقت لذيذ وخفيف. بالله عليكي بقى تعالي معايا. تمام ماشي يا كارما. خلاص انا هاجي معاكي، لكن بشرط تحطيلي من الكريم ده. انا بجد ما عنديش جرأة ان حد يشوف جسمي بالشكل ده. صدقيني مش هعرف اعمل ده. تمام ماشي يا مريم، براحتك. اللي انت شايفاه اعمليه. بس انت ربنا خلقك كده ودي حاجة ما تعبكيش. استكشفي نفسك وهتعرفي قد ايه انت جميلة. مجتمعنا بيعاملنا كأداة، بيبصلنا كأداة. البنت اللي بتلبس واسع تبقى محترمة وبتبعد عن التحرش، برغم ان هما برضو بيتحرشوا بيها. والبنت اللي بتلبس ضيق فهي شمال، بتبقى عايزة الشباب يتحرشوا بيها في كل الأحوال. هي أداة للجنس الآخر. كل حاجة بتأيدنا، حتى أبسط الحاجات. ايه يا بنتي، تعالي ننزل البحر مع بعض بدل ما انتي قاعدة كده هو انتي جاية عشان تقعدي ولا جاية تستمتعي بوقتك؟ لا، انا جاية عشان الاتنين. جاية اقعد وجاية استمتع بوقتي. يعني انا دلوقتي قاعدة وبستمتع بالمنظر الجميل الخلاب ده، وببص للشروق وهو بيطلع، وبقرا في الكتاب. كتاب ايه اللي انتي بتقريه ده؟ هو انتي مش هتبطلي كتب الالحاد دي؟ لا، لمي نفسك. ما اسمهاش كتب الحاد، دي كتب بتثقف العقل. طب يلا بقى عشان ننزل البحر بقى يا مريم. بطلي برود، حرام عليكي. هو احنا جايين هنا عشان نقعد ونقرا في كتب؟ ما انت على طول بتقري في كتب يا ستي. تعالي بقى ننزل البحر شويه ونستمتع بالوقت ده ونفك كده. ما كارما، انا لو نزلت البحر هتبهدل. قصدي يعني لو نزلت البحر الكريم اللي انا حاطاه على جسمي ده هيختفي بسبب الميه والبحر. يعني ساعتها التشوهات اللي في جسمي هتظهر والحرق في جسمي شكلها هيبقى وحش. بليز استمتعي انتي بوقتك وما تشغليش بالك بيا. انا اهو قاعده ومستمتعه ومبسوطه. انا اصلا جايه هنا عشانك. انا بجد مش عارفه انتي هتبطلي احراج امتى. والله يا بنتي شكلك عادي وحلو. انتي بس عشان بتبصي لنفسك ان انتي بنت مشوهه اللي شكلها غريب، مش بتبصي للبنت اللي ملامحها هاديه وحلوه ومثقفه. عامه براحتك. ازيك يا جميلة حبيبتي، عاملة ايه؟ انت كويسة؟ انا تمام كويسه، انت عامل ايه؟ انا كويس والله. يعني احنا كنا زهقانين فقلت اجيب الجماعة يعني ونفك شوية يعني ونقضي كام يوم حلوين كده. لا والله،
طب ده كويس جدا، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك. لا قصدي، لا يعني هي كويسة، ايوه هي كويسة. اه صح. بنتك عاملة ايه؟ كويسة؟ مفيش حد مزعلها؟ هو انت ليه بتسألي السؤال ده؟ لا ابدا، عادي، عايزة اطمن عليها، يعني هي بنت عمي برضو، وانت عمي برضو، صح ولا انا غلطانة؟ ايوه صح، والله ليكي وحش، يعني عايز اقعد معاكي شوية. تقعد معايا ليه؟ انت جاي ومعاك مراتك وبنتك، هما فين؟ عادي بقى، مراتي ليها اصحاب كتير قوي هنا، وبنتي اول ما بتيجي ما بشوفش وشها، بتفضل بقى مخفية وتخرج ومش عارف ايه وتعمل حاجات بتاعت البنات دي. هي بتحب تنطلق كده، بتختفي وتظهر كل شوية. ربنا يخليها لك. مريم، تعالي يا مريم اوريك التلفزيون. واو، دي عاملة زي اللي في أوضة بابا. هي دي كمان فيها كرتون؟ الله، طب وعليها رابنزل؟ اه في كراتين كتير جدا، في كل الكراتين اللي انتي بتحبيها. بجد يا أنكل؟ ايوه عليها روبانزلا، عليها كل حاجة. لو عايزة تقعدي تتفرجي اقعدي، تعالي اقعدي، تعالي اقعدي على حجري وتتفرجي على كرتون براحتك. ابعد عني لو سمحت. شكلك اتغير خالص، سبحان الله. مين يصدق مريم اجمل واحدة في العيلة كلها يحصل فيها كده؟ غريبة قوي الدنيا دي والله. أنا قلت لك ابعد عني لو سمحت، ابعد عني. نعم، مش فاهمك، ابعد عنك ليه؟ يعني انا بس كنت مستغرب من شكلك. انا ممكن اعرف اعالجك على فكرة، انت عارفة معزتك عندي قد ايه. انت بتضحك عليا ولا على نفسك ولا بتضحك على ربنا؟ لو سمحت ابعد عني. انت بتعملي ايه هنا؟ وايه اللي جابك هنا؟ انت جاي تبع شرطة ولا جاي تبع ايه بالظبط؟ انا شغالة هنا، يعني انا شغالة هنا وبس. يعني كنت ببص على حاجة كده وهروح اكمل على طول. لا لا، بس كل اللي هنا انا عارف ومتأكد انك مش شغالة هنا. انت جاي تبع حد؟ انا جاية هنا عشان انقذ البنات اللي انت واخدهم وبتحطهم، اللي انت واخدهم وبتخطفهم وبتتاجر فيهم وكأنهم أداة أو عبيد عندك.
او مجرد اجسام للمتعة الشهوانية الجنسية. يا حيوان، انت ازاي بتعمل كده في بنات الناس؟ هو انت فاكرهم لعبة في ايدك يا متخلف؟ هو انت شايفهم عرايس بتحركهم بمزاجك؟ لا مؤاخذة يعني، امال انتم ايه؟ ما انتوا عرايس. حيوان وزبالة. عارف احنا عرايس ليه؟ عشان الاشكال اللي زيك. ها طيب، يبقى قابليني بقى لو عرفتي تخرجي من هنا. انت يا ابني تعالى خد البنت دي ودخلها مع البنات التانيين. خير، هو انت كنت بتعملي ايه في الوقت المتأخر ده؟ انت بتضحكي ليه؟ عشان والله كان نفسي انزل الساعة 5 الفجر من غير ما ابقى خايفة من التحرش ولا اني اتخطف. كان نفسي احس نفسي حرة كده. فضلت طول عمري مقيدة نفسي، كل حاجة عيب وما ينفعش. حبست نفسي في سجن وفي الاخر برضه مرتحتش. والله احنا كلنا كده، بس مهما حصل هيفضل ده اوحش مكان انت هتشوفيه في حياتك، اوحش من السجن حتى. ليه؟ ليه هو انت بتقولي كده ليه؟ ليه بتقولي ان هو اوحش من السجن؟ عشان خاطر انت محبوسة هنا من جوه ومن بره. كل حاجة وحشة انت هتشوفيها هنا. هتبقي مجرد عروسة، اي حد يلعب بيكي ولما يزهق يرميكي، ويجي حد تاني يلعب بيكي ويزهق ويرميكي، والبنت اللي بتبقى حرة فينا بتنتحر. لا، انا مندهشة باللي بسمعه بجد. بس انا عندي سؤال، هو ازاي قدر يعمل مكان كبير زي ده والحكومة مش واخدة بالها منه؟ احنا اصلا مش عارفين احنا فين، ومش عارفين احنا ايه اللي جابنا هنا، ولا جينا ازاي حتى، ولا اي حاجة. ساعات يقول ان احنا برا مصر، وساعات يقول ان احنا في دولة اجنبية، ساعة يقول ان احنا في صحراء. بصي انا مش فاهمة حاجة، وملناش حق اساسا ان احنا نسأل. احنا كل اللي نعرفه ان احنا نخلي شكلنا حلو عشان نلاقي اللي يشترينا. قد ايه البنات اللي في المكان دول محبوسين وبائسين، القيود حبستهم، كل الحبال طلعت أسوأ ما فيهم. لما تبقى قلب حقوقك هي أمنيتك. ايه ده؟ ثواني، هي فين مريم؟ مريم راحت فين؟ ربنا يستر ما يكونش حصل لها حاجة. يخرب بيتك يخرب بيتك، يا ريتك ما نزلتي. ايه ده يا مجنونة؟ انت كنت هتموتي نفسك يا متخلفة. اهدي 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 بالراحة كده، وحاولي تاخدي نفسك بالراحة. انا حاسة ان انا مبسوطة بجد. انا حاسة احساس غريب قوي. انا مبسوطة. انا حاسة ان انا مش مبسوطة بس، انا حاسة ان انا طايرة فوق خالص في السحاب. ده شعور حلو قوي. ده اجمل حاجة حصلت في حياتي. انا حاسة ان اللحظة دي تقدري تقولي كده ان هي اجمل لحظة في حياتي كلها. سيبيني بقى اغرق، انا حرة. يا عيني يا بنتي، ده انت حالتك بقت صعبة قوي. انت شاربة حاجة طيب ولا ايه؟ تعالي معايا، في ايه كده؟ خير يا دكتور، هي مريم كويسة؟ انا مش فاهماها بصراحة. انا لقيتها بتغرق كده، ولما رحت عشان اشوفها مالها لقيتها بتقول كلام غريب. انا حسيت ان انا مش فاهماها، والمشكلة ان هي بتقول كلام غريب جدا بطريقة انا مش فاهماها بصراحة. لا ما تقلقيش يا كرم، ده شيء طبيعي. هي بس عندها شوية سخونية، فعشان كده بتهلوس. اعمل لها كمادات، وهي على بكرة كده ان شاء الله هتبقى كويسة. تمام خلاص، ان شاء الله خير يا دكتور.